هو لو الشات جي بي تي كان مدرس كان هيدرس للستودنتس ازاي؟ سؤال جميل فعلا. لو تخيلنا إن تشات جي بي تي كان مدرس، النهاردة هنشوف رحلة طويلة فيها تجارب ملهمة قد تكون سبب في إلهامكم وإن أنتوا كمان تبتدوا عالم التكنولوجيا. خلونا نرحب بضيفتنا الجميلة فجر. ازيك؟ هاي. الحمد لله. فجر، عرفينا بنفسك. اسمي فجر وائل، عندي 16 سنة، في جريد 11 وفي برنسسز جيرل سكول، تدرسي تكنولوجي وعندك كام سنة؟ وانا عندي 4 سنين. 4 سنين. هاي. يعني بقالك 12 سنة بتدرسي تكنولوجي. اه. رحلة طويلة قوي. جدا. طب باختصار لو هنقول الرحلة دي في كلمة واحدة مم. تقولي عليها ايه؟ out of experience و it's very fun. احكي لي بقى عن الرحلة اللي 12 سنة دي كده، اتعلمت فيها ايه؟ اتعلمت فيها programming وديزاين، وازاي اعمل documentation، وازاي اتعامل مع الناس معظم الوقت، عشان كنت بقى طول وانا صغيرة بفضل قاعدة ساكتة. طيب احكي لنا بقى كده الكورسات اللي انت خدتيها اهلتك لان انت تدخلي مسابقات. دخلت مسابقات ايه؟ دخلت ال FLL وروبو فاست. لسه السنة اللي فاتت دخلت ميت ROV، ولسه داخلة FLL السنة دي تاني. ايه اللي بيفرق سنة عن سنة معاكي؟ يعني كل سنة بتفرق ايه وانت بتدخلي نفس المسابقات؟ بتفرق الاكسبيرينس، ان انا اتعودت على في حاجات انا اتعودت عليها، في حاجات انا لسه بعرفها جديد، على حسب الاكسبيرينس وحسب المسابقة بتتكلم عن ايه برضه. طيب هل بيفرق معاكي بس في التوبك ولا كمان في الديزاين والبروجرامينج ولا هو خلاص انت هو كده؟ كل سنة في ال FLL احنا بنغير الديزاين، تمام. فالديزاين في افكار جديدة احنا منعرفهاش بنعرفها وبنعملها، في افكار احنا بتكون جديدة برضه واحنا منعرفهاش بنعملها، بس مش بتكون انسب حاجة، ان احنا ممكن يكون في حاجة احسن. فاكر وانت 16 سنة كده وبقالك 12 سنة بتتعلمي تكنولوجي، مم. ودي حاجة جميلة جدا انا فرحان بيها. يعني شايفة ال 12 سنة دي التكنولوجي اختلفت فيها؟ اه. ايه؟ ان بقى في AI بيسهل الحاجة علينا شوية، وفي معلومات اكتر بقت معروفة، في حاجات احنا ما كناش نعرفها اصلا عن اي حاجة بتحصل في الارض او اي حاجة. بدأنا نعرفها بسبب، أو انا بدأت اعرفها بسبب المسابقات دي. اوكي، وشايفة بعد 12 سنة كمان ممكن تبقى التكنولوجيا عاملة ازاي؟ more advanced بكتير. مم. انت بتستخدمي الاي اي في حياتك؟ اه. ايه بقى؟ في معلومات انا مش عارفاها في المذاكرة بتكون بالنسبة لي يعني شبه صعبة، بخليها simpler، او انا مش فاهماها، او المستر شرحها بس انا مش فاهماها بطريقة المستر، ان انا ممكن افهم التوبيك اللي انا عايزة، اللي انا واقفة فيه بسبب من الكلام. بفهم ان الستيب دي حصل بالنسبة في الماث، ان انا بفهم الستيب دي حصلت ان هو عمل كده عشان يوصل للرقم اللي في الاخر اللي انا مش عارفة اوصل له. بتخليها تحللك ولا بتخليها تساعدك في ان انت تفهمي الحل؟ هو في الاتنين. اه. بفهم الحل عشان معظم الوقت بفهم الفكرة، مم. اجي في المسألة احس ان المسألة صعبة فبسأله فبيشرحها لي. ودي كان يعني برضو تساؤل عندي انا، هل طريقة التدريس كمان 12 سنة، انت بقالك 12 سنة بتدرس تكنولوجي، اه. فكمان طريقة التدريس كمان 12 سنة شكلها هتبقى عاملة ازاي؟ بالنسبة لو فيها AI، بالنسبة للمدرسين شكل المدرسة هيبقى عامل ازاي؟ هتروحي بالشنطة بتاعتك فيها ايه؟ هيكون معايا المجهز الايباد واللابتوب بس. والمدرس ده هيكون فيرتشوال، هيكون حقيقي موجود في الفصل بيدرس؟ المواد بتدرس طبيعتها عاملة ازاي؟ كلها اكسبيرمنت ولا يعني التعليم هيكون تفاعلي اكتر؟ هو في حتة ان هو ممكن يكون تفاعلي، بس مش هيكون قوي. مم. ليه؟ عشان ممكن فجأة يقرروا ان هو المدارس تبقى اونلاين، فالناس مش هتبقى تتعامل مع بعض كأنها بتتعامل دلوقتي. يعني شايفة ان ممكن كمان 12 سنة ما بقاش فيه مدارس؟ هو مش قوي، بس هو الفكرة ممكن تحصل. فاكرة، خلينا في النقاش بتاعنا الحلو عن الاي اي ده، مم. عاوزك تسألي الاي اي تشات جي بي تي مم. سؤال، ونشوف هو هيجاوب يقول ايه وهيجاوب صح ولا لا، ونشوف اجابته ايه. هو لو الشات جي بي تي كان مدرس كان هيدرس للستودنتس ازاي؟
سؤال جميل فعلا. لو تخيلنا إن تشات جي بي تي كمدرس، ممكن يدرس للطلاب بطريقة تفاعلية جدا، يجاوب على أسئلتهم في أي وقت ويشرح المفاهيم بأسلوب بسيط وشخصي. يعني هيكون زي مساعد ذكي دايما موجود يدعمهم في التعليم. طيب أنا عايز أسألك سؤال، هل التشات جي بي تي ممكن يحل محل المدرس الخصوصي؟ هو ممكن يساعد بشكل كبير، لكن ما نقدرش نقول إنه هيحل محل المدرس الخصوصي تماما. المدرس البشري بيقدر يتعامل مع الجوانب الإنسانية والعاطفية ويفهم الطالب بشكل شخصي أكتر. فتشات جي بي تي ممكن يكون أداة مساعدة قوية، لكن المدرس الحقيقي ليه دوره اللي ما يتعوضش. شكرا. فجر، لو ماما ما كانتش جابتك تدرسي التكنولوجي من وانت عندك 4 سنين ولغاية دلوقتي، كان فجرك هيبقى شكلها عامل ازاي لو هي ما كانتش تدرس التكنولوجي؟ هو اولا اخويا هو اللي عرف المكان هنا وقال لماما عليه، فهو اخويا هو اللي زقني في حته الموقف وماما كملت معايا. تمام. ولو ما كنتش دخلت زماني واقفه ما اعرفش اتكلم مع حد كتير، ولا نص الوقت قاعده ساكته يا ماسكه الموبايل بسكرول على حاجه يوسلس، يا بتفرج على فيديوهات اتعلم انجليش. مش عارف استعمل AI في نفس الأسئلة اللي أنا بسألها دلوقتي. تفكيري هيكون في حاجات تافهة قوي. شايفة ان التعليم اللي بتاع ال 12 سنة تكنولوجي ده فرق معاكي في فهم المواد الدراسية اللي في المدرسة؟ ايه بقى؟ ان في حاجات في الكورسات اللي هي قبل ما اخش مسابقات كنت بخش كورسات ليها علاقة بالساينس، فكنت بفهم الحاجة هنا واروح المدرسة لسه ما شرحتهاش، فانا بكون فاهمها لما المدرسة بتشرحها. فاكرة عاوزك تسحبي كارت من دول وتقريه وتجاوبي عليه. لو عملت روبوت على شكل طيارة احب ان هو يوديني فين؟ من هو ان انا اقدر اروح اي مكان انا عايزاه ويدخلني بالفيزا والباسبور واقدر اتحرك براحتي. حابة تقولي ايه للناس اللي لسه لغاية دلوقتي ما تعلموش تكنولوجي وهم في قد كده؟ they're missing a lot. تنصحيهم يبتدوا ولا خلاص فاتهم؟ لسه عندهم الفرصة، يعني في وقت. طيب جميل. حابة تطلعي ايه يا فجر؟ هو ميكانيكال انجينير في ميكاترونكس. رائع جدا. وشايفة ان ال AI هيحل محل وظائف في المستقبل؟ مش كلها، في حاجات يعني شبه الميكانيكا محتاجة ان هي والكهرباء ان هما اللي بيصنعوا الروبوت اصلا. تمام. فهو كده الوظيفتين دول مهمين. فجر، انا استمتعت باللقاء بتاعك. وانا كمان. وما شاء الله على الرحلة الجميلة اللي انت مريتي بيها، ومستقبل باهر ان شاء الله كميكانيكال انجينير او ميكاترونكس انجينير وبالتوفيق. ميرسي ليكي خالص.